تبين أن نسبة المشاركة خلال الاقتراع 7 أكتوبر بلغت تقريبا 43%، بمشاركة 6,750,000 ناخب وناخبة. أما على مستوى النتائج فقد أسفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية وعددها 92 كما تعلمون على النتائج المؤقتة التالية. لما أقول مؤقتة أي بعد فرز تقريبا أكثر من 90% من الأصوات. النتائج هي كما يلي: في المقدمة حزب العدالة والتنمية ب99 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب80 مقعدا، يليه حزب الاستقلال ب31 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 21 مقعدا، الاتحاد الدستوري 16 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، باقي الأحزاب مقعدين. أما النتائج بالنسبة للدائرة الوطنية فمازال ما توصلناش بالنتائج النهائية ديالها، وسنعلن عليها إن شاء الله على أكثر تقدير غدا صباحا. إذا أعيد إلا بغيتو نعاود لكم. إذا حزب العدالة والتنمية 99، الأصالة والمعاصرة 80، الاستقلال 31، الأحرار 30، الحركة الشعبية 21، الاتحاد الدستوري 16، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14، التقدم والاشتراكية 7، حركة الديمقراطية الاجتماعية 3، فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين. وأعيد أن هذه النتائج لا زالت مؤقتة، لأن لحد الآن تم فرز فقط، ماشي فرز ولكن توصلنا بالنتائج فقط تهم ما يفوق 90% ديال الأصوات.